فطار عالي البروتين في رحلتي وانا بخس 7 كيلو. هتقولوا لي يا هدى هو كله فطار، مفيش غدا مفيش عشاء مفيش سناكس؟ انا بالنسبه لي اهم وجبه وجبه الفطار، لان هي لما ببدا بيها كده بتشبعني وقت طويل وبتحمسني ان انا التزم. لو علاقتكم مع الجبنه القريش مش ألذ حاجه، يعني انتوا مش اصحاب، جربوا الطريقه دي. بحط عليها 3 توابل، رشه فلفل اسود بسيطه صغنونه خالص، ورشه كبيره من الكمون والكزبره، وبالشوكه اميكس. بجيب حصه واحده بس من النشويات، سواء توست او عيش بلدي، يعني مش هنفرق، مش هتختلف، وافرد عليها شويه كده. الطريقه دي بتخليني احب اكل وافطر بالجبنه القريش بجد. احب كل اسبوع انوع في مصدر البروتين عشان ما ازهقش. دي سلطه حمص يعني عاليه جدا بالبروتين، باخد منها شويه. لو مضطره اكل خضار كل يوم، على الاقل اختار النوع اللي بحبه اللي هو الخيار. انا بحب طعمه جدا. هقطع شرايح كده. طبق الفطار بتاعي، منساش الكوفي. وقررت ادلع نفسي النهارده، ومع كوبايه القهوه هاخد 3 تمرات مع كوبايه القهوه. وما تنسوش تعملوا لي لايك وفولو وكومنت وشير، علشان الحاجات البسيطه دي بتساعدني ان انا اكمل. انجوي.